سي محمود، الحمد لله على السلامة. اهلا يا نعمت. ايه الغيبة الطويلة دي؟ انت رحت وقلت عدولي. لا ابدا. ابدا ازاي؟ ده انا اتكلمت في التليفون واستنيت انك تكلمني. ابدا قلت اروح لك. كان المفروض اجيلك تاني يوم، لكن شوفنا الويل لحد ما بعنا المانجا. ازيك يا سي محمود؟ ازاي صحتك؟ شكلك خاسس. معلش انا هقلع عن الجاكيت. على كيفك. احكي لك بقى يا سيدي اللي حصل في المزرعة. شوف بقى، من يوم ما انت مشيت. نعمت، نعم. انا تعبان شويه ومش عايز اسمع حكايات. تعبان؟ سلامتك، عندك ايه؟ لا ما عنديش حاجه، بس عايز انام. على كيفك. هتنام قبل ما تتعشى؟ اتعشيت قبل ما اجي. اتعشيت قبل ما تيجي بيتك يا سي محمود؟ وعن اذنك هطفي النور عشان انام. صباح الخير يا سي محمود. صباح الخير. الجرايد اهي. قريتها. يهو، باينك لسه زعلان مني. وازعل منك ليه؟ انت عملتي حاجه؟ عملت زعلتك. حقك عليا، النبي حقك عليا. فين خالتي؟ انا جاي. قاعدة مع البيه في البلكونة. خالتي. فيها ايه يا طنطاوي؟ مالك يا طنطاوي؟ اختي عزيزه وقعت، دراعها اتكسر. وقعت ازاي؟ كتكو كسر دماغكو. كانت بتلعب فوق الشجره وقعت. وايه اللي طلعها فوق الشجرة؟ طيب معلش المهم دلوقتي حالا ننقلها على المستشفى. تعالى هي فين؟ سليم ان شاء الله، بس تحافظ على الرباط وما يتفكش. متشكر يا دكتور. العفو، عن اذنك. اتفضل. عاجبك منظرك كده وانتي مربطة؟ عشان تبطلي شقاوة. مش هتشقى تاني يا خالتي. يلا ولا يهمك. تعبناك يا سي محمود؟ لا مفيش تعب ولا حاجه. لسه مخاصمني؟ لا. يعني اتصالحنا خلاص؟ اتصالحنا. يعني ما كنتش هتصالحني إلا إذا اتكسرت دراع البيت. كده اهو، الناس تروح ولا تسأل. مش كنت مزعلاني؟ ما عشت ولا كنت مزعلتك. بعد الشر عليكي، ليه تقولي كده؟ الأيام اللي فاتت دي كانت أيام صعبة عليا قوي من غيرك يا سي محمود. طيب ليه ما جيتيش؟ عملت لك تليفون ما سألتش فيا. انا ضربت لك 3 ترنكات ولغيتهم. طب كنت كمل جميلك وخليهم. المرة الجاية. لا لا لا، ربنا ما يجيب مرة جاية. ربنا يزيح عننا كل حاجة وحشة. يا رب. سي محمود. نعم. مين اللي كانت عندك في مصر مع راجية؟ إيه مع راجية؟ دي واحدة صاحبتها اسمها كاميليا. ولقوا اللي كانوا بيدوروا عليه؟ ايوه كانوا عايزين اسطوانة. اسطوانة. ما هو الجماعة البندريين دول يحبوا الاسطوانات. انما انتي مين اللي قالك؟ عم عبده. عشان كده بتسألي. وازاي الولاد وخليل وعبد المجيد وجمالات؟ كلهم بخير عال قوي. دول نفعوني بشكل في اليومين اللي فاتوا. ده لولاهم ما كناش عرفنا ابدا نبيع المانجا، كنا خدنا مقلب البرقوق. تعالوا يا ولاد، تعالوا كلكم. تعالوا يا ولاد. اقعدوا هنا حوالي. اقعد يا واد، اقعد يا بنت. اسمعوا كلام خالتك. اسمعوا بقى، انا قدمت لكم في المدارس اللي حوالينا هنا. ودمتيلي يا خالتي؟ لا انت صغير يا مرسي، السنة الجاية ان شاء الله. ان شاء الله يا اختي. دلوقتي عايز اعرف بقى كل واحد وواحدة حوش قد ايه. انا محوش 30 جنيه يا خالتي. وانتي؟ 15 يا خالتي. وانا معايا 20 جنيه اهم. طيب انا بقى حدي لكل واحد قد اللي حوشه. ايه ده؟ لا مش هتصرفوهم في لعب، ده عشان تشتروا لوازم المدرسة. انا عايزة بقى مذاكرة من اول السنة. طبعا. رفاعي انت السنة دي ثانوية عامة. أيوة. عايزاك بقى تشد حيلك كده تجيب مجموع وتدخل لنا كلية الزراعة. ان شاء الله. زراعة يعني. امال نفسي ومنايا ترجع لي بقى بالمكن الجديد وتتعلم لي العلام اللي بيزرعوا به الجديد ده كله. حاضر يا خالتي. نفسي بقى نكبر الارض دي يا ولاد، ان شاء الله. ومن مجايبها نعمل بقى لكل واحد فيهم بيت صغير كده. ربنا يخليك ويسمع منك. وبعدين قال ايه، نعمل مستشفى. ان شاء الله يا اختي يا نعمة، ان شاء الله. الله، وتبقى انت بقى الدكتورة يا زهرة. بإذن الله يا خالتي. ان شاء الله يا اختي. خالتي باين عليها عايزه ترشح نفسها. يلا هنسميها بقى كفر نعمة. فهمت. الواحد مش واخد منكم غير التريقة كده. ايه يا زهرة، ايه يا حبيبتي، انت هينقصك ايه عشان المدرسة؟ هي زهرة لسه هتروح مدرسة؟
يعني ايه لسه هتروح؟ يعني كفايه عليها كده. ليه بقى ان شاء الله؟ هنحوشها في البيت. تحوشها في البيت ليه؟ عشان كبرت. كبرت ده ايه يا واد؟ دي لسه عيلة. عيله ده ايه اللي زيها يتجوزوا ويخلفوا دلوقتي؟ 15